إن الدعوة الإسلامية بل إن الإسلام نفسه سيس اليوم. تسييس الإسلام لبس على الناس حتى وجدت لقاءات تسمى اللقاء الإسلامي المسيحي، ومؤتمرات تدعو إلى التقارب والتحاب والتعاون بين الكفار والمسلمين، ثم إلى وحدة الأديان. هذا تسييس للإسلام. إذا سيس الإسلام لا يستطيع السذج من الناس أن يفهموا الإسلام الصحيح. وإذا سيست الدعوة أخضعوها لأغراضهم السياسية، لديهم طموحات سياسية يريدون الوصول إلى الكراسي، وهم عشاق المناصب والكراسي، لكن بدلا من أن ينشئوا حزبا سياسيا ينشئون جبهة إسلامية وجماعة الدعوة، فيغلف الحزب السياسي بالإسلام. يصدق كثير من الناس الجماعة الإسلامية، جماعة الدعوة، الجبهة الإسلامية، فينخرطون فيه فيضيعوا. هذا معنى تسييس الدعوة. لو بقيت الدعوة على ما كانت عليه، إصلاح ونصح وتعليم وإرشاد، تعليم الجاهل، إرشاد الضال، والنصح للجميع وتعليم الجميع، هذه هي الدعوة. لكن كما تلاحظون معي سيست الدعوة، بل سيس الإسلام نفسه. الله المستعان.